اللي قدامكم الصورة دي اسمها لوجي، بنت عندها 3 سنين اختفت في ظروف غامضة، كل ده وهي بتلعب قدام بيتهم. بس المشكلة الأكبر لما لقوها كانت عاملة ازاي وكان ايه السبب. فبستحلفك بالله انك تسمع الفيديو دوت للنهاية، ويا ريت تعمل لايك عشان اللايك بتاع حضرتك بيساعد بس ان الفيديو يظهر، يعني يبدأ يظهر للناس، ويا ريت تعمل شير للفيديو لانه مهم جدا، اقسم بالله كل كلمة فيها ولا مهمة جدا. ايه بقى الحكايه وايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان لوجي بتلعب قدام بيتهم. لوجي من محافظه الجيزه، وتحديدا من قريه اسمها قريه دهشور تابعه لمركز البدرشين. وهي بتلعب قدام البيت كده فجاه اختفت. القريه كلها كانت بتدور عليها اكتر من عده ساعات، كل ده والبنت مش موجوده، لحد ما نزلوا يدوروا عليها في اراضي زراعيه، وبالفعل لقوها مرميه داخل شوال. كانت مقتولة، والحلق الذهب اللي كانت لابساه مش موجود. على طول طبعا بلغوا الشرطة، والشرطة بدأت انها تتحرك وتعمل تحرياتها وتكثف التحريات عشان تعرف ايه السبب. لحد ما عرفوا طبعا ان اللي عمل كده كان الغرض منه هو سرقة الذهب بس، لا اكتر ولا اقل. واحد اتجرد من كل الانسانية، من المشاعر، ما خدش باله ان دي طفلة صغيرة لسه عندها العمر طويل، كل ده عشان حتة حلق ذهب. البنت ماتت، ما كانش عنده قلب. يعني مش عارف يعني ازاي جاله قلب يعمل كده. يعني الطبيب الشرعي بيقول ان البنت مخنوقه، يعني حوالين رقبتها كده، يعني اخدها كده، اكيد كان مراقبها وهي بتلعب، خطفها بعد كده، يعني عملوا دوت عشان ياخد حلقه الذهب. فكذا مره قلت يا جماعه بستحلفكم بالله بلاش تلبسوا عيالكم ذهب في الشارع، بلاش في مواصلات، بلاش في الاسواق، بلاش حتى في الشارع، البسيه في البيت. ان كنت طفل او ست كبيره او اخت صغيره لسه برضه عروسه، ما تلبسوش الدهب يا جماعه. لان والله العظيم الشباب دلوقتي ما بقتش في وعيها. اغلب الشباب دلوقتي بقى بيثبت الشباب ذات نفسها في الامم وعلى ائمه الشوارع عشان خاطر يجيب حاجه يشربها. فارجوكم خلي بالكم من اطفالكم وبلاش تعملوا كده فيهم. هم كده كده ما عندهمش رحمه ولا انسانيه، مش هيفرق معاه. هو شايف ان الحاجه اللي قدام منه دي هتجيب له فلوس، هيعمل اللي هو عايزه عشان يتكيف. فصدقوني والله خافوا على عيالكم وخافوا على نفسيكم، وبلاش تلبسوا دهب تاني في الشارع او في اسواق او في اي حته عموما فيها زحمه. سلام. ربنا يرحم طبعا لوجي، ويا رب طبعا لان التحريات لسه يعني بتدور عليه او ممكن تكون قبضت عليه، ولسه برضه هنعرف برضه التفاصيل الايام الجايه. سلام.